بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا أنا بعتذر عن العشر أيام اللي مضت، ما كنت متوقف تماما عن أي أخبار أو عن أي فيديوهات، ودي نظرا لي كان في ظروف قهرية جدا جدا، والحمد لله رب العالمين. نبدأ حلقتنا. أول خبر النهاردة معانا حبيت اتكلم مع حضراتكم فيه التصريحات الخطيره اللي قالها كابتن احمد شوبير النهارده في برنامجه الاذاعي. كابتن احمد شوبير قال بعد لجنه الانديه معاقبه جماهير النادي الاهلي بحرمان مباراتين، وتتكرر الامر من سباب على حد قول اللجنه او رابطه الانديه هيتم ايقاف جماهير الاهلي دول لنهايه الموسم. طيب ايه اللي حصل؟ كابتن سويلم قال ان نواب مجلس الشعب في بورسعيد اشتكوا لسباب جماعي لجماهير النادي الاهلي في مباراه الداخليه الاخيره. كمان كابتن احمد شوبير قال بعد تواصلنا مع نواب مجلس الشعب قالوا ان ما حصلش ان هم اشتكوا من جماهير النادي الاهلي، والاغرب من كده ان محدش خالص سمع جماهير النادي الاهلي بتسب اي حد في المباراه. كابتن ثروت سويلم استند عليه الله اعلم، لكن بنقول لكابتن ثروت سويلم يا ريت احنا بنقول هنبدا سنه جديده وهنبدا دوري جديد. يا ريت كابتن ثروت سويلم او القائمين على الكره، يا ريت للمره المليون يا ريت نعامل الجميع في مستوى واحد وبطريقه واحده. يعني على اي اساس بتعاقب جماهير النادي الاهلي بالحرمان لمباراتين؟ على اي اساس؟ ايه اللي حصل؟ ده باعتراف نواب بورسعيد قالوا ان احنا ما حصلش ان احنا تقدمنا في شكوى. لله الامر من قبل ومن بعد. طيب كمان الاغرب من كده، كمان زي ما انت بتعاقب جماهير النادي الاهلي على حد قولك ان هم حصل او حد كلامك ان حصل سباب لجماعي من جماهير النادي الاهلي، طب اللي بيحصل في نادي الزمالك دوت او في قناه نادي الزمالك بالتحديد ايه؟ يوميا سباب شتيمه، قذف محصنات. اي حد بيعارض مستشار مرتضى منصور بالتحديد للاسف الشديد بيتم قذف وشتيمه. مش عارف، مش عايز اتكلم عليها كتير، وده كلنا شفناه. طبعا يمكن كمان في بعض او في ناس كتير جدا من جماهير ومحبين وعشاق نادي الزمالك معترضين جدا 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 على هذه الطريقة اللي بيتحدث بها المسؤولين في قناة نادي الزمالك. الخبر الثاني اللي معانا النهارده، الكاف النهارده اعلن من ساعات قليله تاجيل قرعه اجراء القرعه بكره بتاعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، وهيتم تحديدها في وقت قريب. الخبر الثالث النهارده كابتن ايمن اشرف كابتن النادي الاهلي بعد تكرر شكواه من العضله الضامه النهارده سافر لألمانيا بسلامة الله، ومنها للنمسا لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان والتأكيد على سلامة كابتن أيمن أشرف كابتن النادي الأهلي. صحيح أنا النهارده ما طولتش على حضراتكم، لكن حبيت النهارده بعد رجوعي لحضراتكم أأكد على إن أنتوا بجد دعمكم ليا ليس له مثيل، وبشكر حضراتكم على دعمكم ليا دايما في قناتي. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.